السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. فيديو النهاردة باذن الله نحضر مع بعض كيكة المندرين او كيكة اليوسفي، حاجة كده في منتهى الجمال. كيكة طعمها بجد رهيب، يعني اللي لسه ما جربهاش فايته كتير جدا. الكيكة دي طبعا بالنسبة لكيكة البرتقال طعمها وريحتها اقوى بكتير جدا من كيكة البرتقال. هنعملها بطريقة سهلة جدا وبمكونات كلها بسيطة، وبيضة واحدة بس هتطلع لنا الجمال ده كله. تعالوا بينا نبدأ ونشوف هنحضر الكيكة القمر دي ازاي. بس حابة اطلب منكم قبل ما نبدأ الفيديو، لو اول مرة بتشوفيني اتمنى تشتركي معايا في القناة، هكون مبسوطة جدا بوجودك معايا. وطبعا ما تنسيش تحط لايك للفيديو لو عجبك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في المكونات وطريقة التحضير. اول حاجة طبعا انا هستخدم المندرين ده. انا مش عارفة هو عندكم هيكون اسمه ايه. هو عندنا هنا بنسميه المندرين او اليوسفي. هي كده حاجة شبه البرتقانة، بتكون كده حجمها صغير، القشرة بتاعتها بتكون ناعمة، وبتميز كمان ان لونه بيكون لونه اورنج غامق قوي. يعني لون المندرين ده بيكون لونه اغمق من البرتقال واغمق كمان من اليوسفي. اول حاجه بعملها ببدا كده ان انا اقشر اليوسفي ده. هاخد منه 5 حبايات من اليوسفي. انا عايزه كوبايه ونص من عصير اليوسفي ده الطبيعي، يعني بدون اي اضافات ميه خالص. هبتدي اقشر كده 3 حبايات من اليوسفي، وهسيب كده حبايتين بقشرهم علشان انا عايزه اخد نكهه القشر او نكهه المندرين نفسه. وكمان عايزه اللون بتاع الاورنج ده علشان هو اللي يخلي الكيكه بتاعتي لونها اصفر كده وجميل، زي طبعا ما شفناها في اول الفيديو. هبتدي كده في الكبة ابدا ان انا افرمه كويس جدا علشان ان هو يخرج كل السائل اللي جواه. وكمان مش هضيف عليه اي ميه خالص. يعني انا عايزه العصير ده يكون عصير طبيعي خام بدون اي اضافه ميه خالص. هحتاج من العصير ده كوبايه ونص من الميه. يعني ما تكتفيش مثلا ب5 حبات اليوسفي اللي انا استخدمتهم. اهم حاجه تخرجي كوبايه ونص من العصير ده. اول ما بيبدا ان هو ينعم معايا خالص كده بيكون الشكل بتاعه ده او القوام بتاعه بيكون كده عامل زي البيوريه بالظبط، بدون اضافه ميه خالص. ناعم جدا معايا بالشكل ده. ريحته نفاذه جدا وجميله وقويه، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هبتدي بقى اخد العصير ده وهبتدي ان انا اصفيه. انا مش عايزه القشور اللي فيه ده خالص. هو بيكون كده مش ناعم قوي، فطبعا انا مش عايزه الكيكه يكون فيها اي شوائب او اي حاجه. فهبتدي ان انا اصفيه وخلاص كده. العصير بتاعي طبعا هيكون كوبايه ونص، انا هحتاج منه كوبايه ونص بس من العصير. ده بيكون شكله. هو ده القوام اللي انا عايزاه. هسيبه بقى على جنب وابتدي احضر الكيكه نفسها. في الخلاط بتاعي هبتدي اضيف بيضه واحده بدرجه حراره المطبخ. هنضيف عليها كوبايه وربع من السكر. طبعا الكوبايه اللي معايا كوبايه صغيره، يعني 150 مللي او 200 مللي، مش كبيره قوي. وطبعا نخلي بالنا ان اليوسف نفسه بيكون او المندرين نفسه بيكون كده مسكر، يعني بيكون فيه نسبه السكريات عاليه فيه اكتر من اليوسف. هبدا اخد بقى الكوبايه ونص من المندرين العصير اللي انا جهزته. هي تقريبا الكميه اللي انا عملتها بالظبط جم كوبايه ونص من العصير. في الخلاط هبتدي اضيف كل المكونات دي مع بعضها. وهبدا ان انا اخفق بقى المكونات دي كلها لحد ما الخليط كله يمتزج مع بعضه. طبعا لسه ما ضفتش الزيت، هبتدي الاول اخفق المكونات دي مع بعضها، وبعد كده هنرجع نضيف الزيت تاني. معايا نص كوبايه بس من الزيت. الزيت كمان اللي هنستخدمه لازم يكون زيت كويس ونوعيته كويسه. يعني يفضل في الكيكات والبسكوتات والحاجات دي كلها ما نستخدمش اي زيت يكون لونه غامق او يكون كده رديء الصنع. لازم نستخدم زيت يكون نوعيته كويسه علشان طبعا ريحته بتبان في الاكل او في الحلويات قوي. بعد ما خفقته بالشكل ده بيكون القوام بتاعنا السكر داب وكل حاجه امتزجت مع بعضها. هبتدي احضر بقى المكونات الجافه بتاعتي. الكيكه بتاعتي هتحتاج لي كوبايتين من الدقيق. وطبعا الكوبايه اللي هتستخدميها هتكون كوبايه موحده لجميع المقادير. يعني اللي هتستخدميها في مقدار السكر هي اللي هتستخدميها في مقدار الزيت ومقدار الدقيق. وطبعا الدقيق بتاعي متعدد الاستخدامات، او يكون دقيق مختص بالكيكات. فهتبداي ان انت تنخلي كده. طبعا انا نخلته قبل التصوير مرتين، ودي كمان دي تالت مره معايا. طبعا كل ما نخلنا الدقيق اكتر بيكون طبعا بيدينا نتيجه كويسه، بيخلي الكيكه معانا هشه وجميله جدا. ضفت على الدقيق رشه صغيره من الملح، وضفت عليه كمان معلقتين كبار من النشا. هبتدي بقى اخلط المكونات دي كلها مع بعضها او هقلبها مع بعض علشان طبعا كل حاجه تمتزج مع بعضها. بس كده. هبتدي اجيب بقى المكونات السائله اللي انا جهزتها وهضيفها على الدقيق كله. وهنبدا طبعا بالمضرب اليدوي في اتجاه واحد، هنبدا ان احنا نقلب الخليط ده كله لحد ما الدقيق يختفي مع باقي المكونات. شايفين بقى الخليط اللهم بارك لونه جميل جدا. عايزه اقول لكم كيكه المندرين دي طعمها بجد حكايه. يعني لو جربتيها هتنسي اي كيكه برتقال انت جربتيها. بس كده هتبداي تقلبي كله مع بعضه كده بالشكل ده في اتجاه واحد. وزي ما احنا شايفين الخليط بتاعنا لسه تقيل. هنظبط القوام ده بقى بنص كوبايه من الميه السخنه. يبقى انا كده استخدمت في مقدار الكيكه بتاعتي كوبايتين من السائل. يعني كوبايه ونص من المندرين، عصير المندرين، ونص كوبايه من الميه. يبقى المواد السائله اللي انا استخدمتها كلها للكيكه دي يعني كوبايتين اتنين بس. هبتدي اقلب بقى المكونات السائله تاني مع الخليط لحد ما القوام بتاعي يتظبط.
طبعا زي ما احنا متعودين ان القوام بتاع الكيكه يكون كده خليط او خط مستقيم مش بيقطع، هو ده القوام المظبوط. بس كده اول ما بنتاكد ان هو بقى تمام معانا هبدا اضيف بقى الكيك شيف بتاعنا او البيكنج باودر. طبعا زي ما قلت لكم الكيك شيف بيدي نتيجه كويسه جدا، انا بجد ما عدتش بستغنى عنه خالص. بحس طبعا بفرق كبير جدا في قوام الكيكه اللي بتتعمل بالبيكنج باودر واللي كمان بتتعمل بالكيك شيف. فنصيحه استخدموا الكيك شيف على طول، هيديكم نتيجه جميله جدا في الكيك. استخدمت بقى للخليط ده صينيه مقاس 20 في 25. هضيف بقى الخليط بتاعي كله في الصينيه. طبعا الصينيه اللي كنت مجهزاها من البدايه مبطناها برشه من الزيت او الزبده زي ما قلت لكم. هبتدي اضيف بقى خليط الكيك بتاعي في الصينيه بالشكل ده، وطبعا هبدا كده ان انا اخبطها كده خبطتين في الرخامه علشان تطلع منها اي فراغات او اي فقاعات هواء. وكمان كده بخلة الشيش طاووق او خلة الاسنان هبتدي اعمل فيها خطوط كده رايح جاي، علشان طبعا انا خفت ان البايركس يتكسر ولا حاجه، فبدات ان انا بخلة الاسنان كده ابدا ان انا اعمل خطوط كده علشان برضو اطلع اي فقاعات منها. في التوقيت ده خلاص بكون فتحت الفرن بتاعي على درجه حراره 180. الصينيه بتاعتي هتدخل على الفرن الرف الاوسط. طبعا بتقعد لمده من 25 دقيقه ل 30 دقيقه. اول ما بتبدا ان هي ترتفع معانا ما بنفتحش عليها الفرن خالص قبل كده، بتبداي ان انت تفتحي الشوايه تاخد لون، وبعد كده بتخرجيها على سطح البوتاجاز من فوق علشان طبعا تاخد درجه حراره الفرن وما تهبطش مننا. وفي التوقيت ده هبتدي احضر صوص المندرين اللي هحطه او ازين بيه الكيكه. معايا كوبايه ونص من خليط المندرين، برضو عملته برضو بدون اي اضافه ميه خالص. ضفت عليه كمان معلقه كبيره من النشا ومعلقتين كبار من السكر. قلبتهم كده على البارد لحد ما كل المكونات اللي معايا امتزجت مع بعضها. بعد كده برفعه على النار وببدا طبعا تقليب مستمر خالص لحد ما القوام بتاعي يبتدي ان هو يتقل معايا. اول ما بيوصل للشكل اللي احنا شايفينه ده على طول بنبدا ان احنا نخرجه. ما تحاولوش تكتروا نشا اكتر من معلقه علشان الخليط او القوام ما يتقلش قوي، علشان يكون الصوص طبعا ناعم وينزل كده بخط مستقيم وسلس معانا كده. فبلاش تكتروا نشا، معلقه مناسبه جدا، معلقه كبيره. ده شكل الكيكه بقى بعد ما خرجت من الفرن، اللهم بارك، ريحتها وشكلها تحفه جدا. هبتدي بقى اسيبها كده لحد ما تبرد شويه علشان نعرف نقطعها. وطبعا بتختبريها بخلة اسنان كده، اول ما بتخرج معانا الخله نظيفه او العود الخشبي بتبدا كده خلاص بتكون كده تمام معانا. بعد ما الكيكه بتتاكدي انها بردت تبداي قطعيها بالشكل اللي انت عايزاه وبالحجم اللي انت عايزاه. انا طبعا كالعاده ما صبرتش عليها كتير فقطعتها على طول وهي لسه كده سخنه معانا. يعني ما كانتش سخنه قوي، يعني كانت بردت شويه، ولكن طبعا لو سبتيها لحد ما تبرد خالص هتكون افضل. بعد كده بقى زينتها بصوص المندرين اللي انا جهزته، وبس كده قدموها بالف هنا وعافيه. طعمها بجد حكايه، ولونها وريحتها يعني ما شاء الله اللهم بارك. يعني لو جربتوها هتنسوا اي كيكه تانية انتوا جربتوها. وبس كده يا بنات، الفيديو بتاعي بيكون خلص والوصفه كمان بتكون خلصت. اتمنى تكون عجبتكم واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده ولو بمعلومه بسيطه. لو انت بقى وصلت معايا لحد النقطه دي من الفيديو ولسه اول مره بتشوفيني، اتمنى طبعا تشتركي معايا في القناه، هكون سعيده جدا بوجودك معايا. وما تنسيش تحط لايك للفيديو لو عجبك وكومنت حلو يشجعنا على الاستمرار. وبشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.